الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر فاتح القلوب والممالك. نبدأ بالكبير قوي، الأستاذ الإسكندر الأكبر. الراجل ده بيتوصف بأنه أعظم قائد عسكري في التاريخ، بتاع حروب وما بيعرفش يهزر. حكم مقدونيا من سنة 336 قبل الميلاد، وفضل يوسع في إمبراطوريته لحد ما وصل الهند. عمره ما خسر معركة، وعمل مدن على كيفه زي اسكندرية بتاعتنا، ونشر حاجة اسمها الحضارة الهلينستية. يعني من الآخر كان راجل موسوعة. كان عنده صاحب عمره، واحد اسمه هيفايستيون، بيقولوا عليه أعز صديق للملك. كبروا مع بعض، حاربوا مع بعض، لدرجة إنهم كانوا بيقارنوا علاقتهم بأخيل وباتروكلوس الأسطوريين. الموضوع ما كانش مجرد صحوبية عادية، لأ، ده كان فيه عمق زيادة عن اللزوم. هيفايستيون ده كان دراعه اليمين، وصل لمنصب القائد التاني في الجيش. هل ده كان لكفاءته بس، ولا الواسطة لعبت دور؟ سؤال بريء. المهم، لما هيفايستيون مات بيقولوا إنه فضل يعيط أيام، منع الموسيقى في الإمبراطورية كلها، وصرف ثروة مهولة على جنازته. الحزن ده كان شكله غريب، لدرجة إنه مات بعد صاحبه بسنة واحدة، كأن الدنيا اسودت في وشه بعد ما راح. النقطة بقى اللي بتعمل جدل، إن العلاقات المثلية كانت موجودة في اليونان القديمة، خصوصاً بين راجل كبير وشاب صغير في السن. لكن علاقة الإسكندر وهيفايستيون كانت مختلفة، لأنهم كانوا في نفس السن ونفس المكان الاجتماعية، وده كان شيء مش معتاد حتى بمقاييسهم هم. عشان كده المؤرخين لحد النهاردة بيتخانقوا، هل كانت صداقة قوية جدا ولا حب؟ وده بيورينا إزاي التاريخ بيتكتب حسب مزاج العصر اللي احنا فيه. يعني الإسكندر بقى ورقة في إيد المؤرخين، شوية طلعوه القونة للمثلية، وشوية يخبوا القصة كلها. الإمبراطور هادريان. يا عم انت، يا عم ما تعمل لايك واشتراك. هو أنا لازم أقولك إن 99% من اللي بيتفرجوا على الفيديو مش عاملين اشتراك؟ ست كل اللي هناك، ممكن لايك واشتراك؟ خلاص مش عايز حاجة منكم، نكمل مع الإمبراطور هادريان. الإمبراطور هادريان مهندس الحب والأسوار. نسيب اليونان ونروح لروما مع الإمبراطور هادريان. ده حكم من سنة 117 ل 138 ميلادي. كان راجل بتاع بنا وتعمير، عمل سور هادريان في إنجلترا ومبنى البانثيون في روما. فنان ومهندس. الأستاذ هادريان وهو في رحلة من رحلاته قابل شاب يوناني وسيم اسمه أنتينوس، وحبه حب جنوني، لدرجة إنه كان شايف إن السلام والرخاء اللي في عهده سببه حبه لأنتينوس. يا سلام! يعني الاقتصاد والسياسة كانوا قايمين على قصة حب؟ المصيبة حصلت لما أنتينوس غرق في النيل سنة 130 ميلادي. هادريان انهار تماماً. حزنه كان علني وصادم للرومان وقتها. مش بس كده، ده عمل عملات عليها صورة حبيبه، وبنى مدينة كاملة باسمه أنتينوبوليس جنب مكان غرقه. والأغرب من كل ده، ألهه، يعني خلاه إله بيعبد. ده مش حب، ده هوس رسمي. وده بيورينا إزاي الحياة الشخصية للحاكم ممكن تغير شكل السياسة والدين في إمبراطورية بحالها. الإمبراطور آيمن هان. الإمبراطور آيمن هان قاطع الكم. نطير على الصين مع الإمبراطور آيمن هان، اللي حكم من 7 قبل الميلاد. الراجل ده كان إدارياً شاطر، وحاول يعمل إصلاحات ويقلل المصاريف، لكن فترة حكمه ارتبطت بشخصية اسمها دونغ شيان. الإمبراطور كان بيحب حب مش طبيعي، والعلاقة بينهم كانت رومانسية وجنسية بشكل واضح. من القصة دي طلع أشهر تعبير عن المثلية في اللغة الصينية: عاطفة الكم المقطوع. إيه حكايته؟ مرة الإمبراطور آي كان نايم جنب دونغ شيان، ولما جه يقوم من النوم لقى إن كم الروب بتاعه تحت راس حبيبه النايم، وبدل ما يصحيه طلع مقص وقطع الكم عشان يفضل نايم براحته. طبعا دونغ شيان ده خد ترقيات وهدايا وقصور، ووصل لمنصب القائد الأعلى للجيش. الإمبراطور كمان بناله قبر جنب قبره عشان يفضلوا مع بعض حتى بعد الموت. الغريب إن المثلية في الصين القديمة ما كانتش بتعتبر خطيئة زي في الغرب. المشكلة كانت بتظهر لما الحب ده يسبب فساد سياسي، ولما الإمبراطور آي مات أجبروا دونغ شيان على الانتحار. الملك إدوارد الثاني. الملك إدوارد الثاني ملك المحسوبية والفضايح. نرجع أوروبا تاني وتحديداً إنجلترا مع الملك إدوارد الثاني. فترة حكمه من 1307 ل 1327 كانت كارثة. هزائم عسكرية، أزمات، حرب أهلية، البلد كانت بتولع. مشكلة إدوارد الكبيرة كانت علاقته بواحد اسمه بيرس جافستون.
الملك كان بيحبه حب لا يصدق ومغرقه إلقاب وفلوس لدرجة إن النبلاء كانوا شايفين جافستون ده ملك تاني. الوضع ده ولع الدنيا والنبلاء أجبروا الملك ينفي حبيبه كذا مرة لكنه كان بيرجعه تاني. في الآخر النبلاء قبضوا على جافستون وأعدموه، وبعده إدوارد كرر نفس الغلطة مع واحد تاني اسمه هيو ديسبنسر. في أوروبا في العصور الوسطى الكنيسة كانت بتعتبر المثلية أو السدومية خطيئة وجريمة عقوبتها الإعدام. على فكرة ممكن تشوف فيديو الكتب الممنوعة هنا على القناة وتعرف يعني إيه سدومية. في النهاية العلاقة دي كانت السلاح السياسي اللي أطاح بإدوارد من على العرش، يعني سقوطه ما كانش عشان ميوله بس. الملك جيمس السادس. الملك جيمس السادس والأول، موحد التيجان وقلوب الرجال. نروح لواحد أتقل شوية، الملك جيمس اللي وحد عروش اسكتلندا وإنجلترا. الراجل ده كان بتاع سلام ودعم الفنون. شكسبير كان في عهده وكلف بترجمة نسخة الإنجيل اللي معروفة باسمه. لكن الملك جيمس كان معروف بعواطفه الجياشة تجاه الرجال. كان عنده سلسلة من المفضلين، أشهرهم جورج فيليرز، دوك بيكنغهام. علاقتهم كانت علنية جدا، وكانوا بيتبادلوا القبولات والأحضان قدام الناس، يا بسكليتات يا زبالة. ده غير الهدايا والألقاب والثروات اللي أغرق بيها فيليرز. طبعا الشائعات كانت مالية البلد، والناس كانت بتتكلم عن حب الملك لمفضليه الذي يتجاوز حب الرجال للنساء. لكن هنا الوضع كان مختلف عن إدوارد الثاني. النقد كان متركز على الفساد المالي والنفوذ الزايد للمفضلين دول، مش على أخلاق الملك نفسه. يعني المشكلة كانت في المحسوبية اللي سببها الحب أكتر من الحب نفسه. الملك فريدريك العظيم. فريدريك العظيم ملك بروسيا ده بقى حالة خاصة. فريدريك العظيم ملك بروسيا من 1740 ل 1786، راجل مستنير بكل المقاييس، حول بروسيا لقوة عظمى. الباحثين دلوقتي شبه متفقين إنه كان مثل الجنس. جوازه كان سوري وما خلفش، وكل المقربين منه كانوا رجالة. وهو عنده 16 سنة حاول يهرب مع حبيبه هانز فون كات. الغريب في فريدريك إنه رغم كونه حاكم مستنير ألغى التعذيب وعزز الحريات، إلا إنه ملغاش القوانين اللي بتجرم المثلية الجنسية. وده بيوضح إن حتى أكتر الحكام استنارة برضو كانوا مصابين إما بالشذوذ النفسي أو الجسدي. الملكة كريستينا ملكة السويد. نيجي لواحدة ست بقى، الملكة كريستينا ملكة السويد من 1632 ل 1654. كانت ست مثقفة بشكل استثنائي، راعية للفنون، وساهمت في إنهاء حرب كبرى في أوروبا. كريستينا كان ليها علاقة حميمة جدا مع وصفتها إيبا سباري، وكانت بتسميها في رسائلها صديقة سريري. كانت معروفة كمان بأسلوب حياتها الغريب، كانت بتلبس لبس رجالي كتير، وصوتها وتصرفاتها كانوا أقرب للرجال. والأهم من كل ده، رفضت تتجوز وتجيب وريث للعرش رغم كل الضغوط. في الآخر وهي عندها 27 سنة عملت أغرب حاجة ممكن ملك يعملها، تنازل عن العرش. كريستينا اختارت حريتها ومزاجها الشخصي على عرش مملكة بحالها. الملك لودفيج الثاني. لودفيج الثاني ملك القصص الخيالية والمناظر الطبيعية. ده ملك بافاريا. لودفيج الثاني اللي حكم من 1864 ل 1886. كان شاب وسيم ومحبوب في بداية حكمه، لكن اهتماماته كانت في الفن والمزيكا والعمارة أكتر من السياسة. صرف ثروته الشخصية على بناء قلاع خيالية زي قلعة نويشفانشتاين اللي ديزني استلهمت منها القلعة بتاعتها. كان مهووس بالمؤلف الموسيقي فاغنر، وانسحب تدريجياً من الحياة العامة عشان يعيش في عالمه الفني الخاص. لودفيج كان مثل الجنس بشكل مؤكد، كان مخطوب لبنت عمه لكنه فسخ الخطوبة وقال إن الارتباط ده بيسبب له إجهاد كبير. مذكراته الشخصية مليانة بصراعه الداخلي بين رغباته وإيمانه الكاثوليكي المتدين. انسحابه من الحياة العامة يمكن عشان ما كانش قادر يعيش كمثلي في مجتمع محافظ، بالإضافة لمصاريفه الباهظة، وده خلى وزراءه يعتبروه مجنون وغير صالح للحكم. في النهاية عزلوه رسمياً الملك المجنون اللي ساب وراه كنوز سياحية بتدخل ملايين لخزينة الدولة. دلوقتي تم التخلص منه عشان حياته الشخصية
ما كانتش على مزاج السياسيين. أنا برنابيتش. سنة 2017 طلعت شخصية استثنائية وبقت رئيسة وزراء، وهي أنا برنابيتش. التعيين ده كان لحظة فارقة، مش عشان بس أول مرة ست تمسك المنصب ده في البلد، لكن كمان عشان كانت أول واحدة تعلن إنها مثلية وتوصل للمكانة دي في منطقة البلقان. تعيين برنابيتش عمل دوشة كبيرة ورجع الكلام عن التسامح في مجتمع دايما بيتشاف إنه مهتم بالعادات والتقاليد. حكومتها واجهت تحديات كبيرة، وكان اهتمامها الأساسي بالاقتصاد والتحول الرقمي. ومع كده هويتها الشخصية فضلت في قلب نقاشات كتير في الشارع والإعلام. طب هل هويتها دي ضعفتها سياسياً؟ بالعكس، لا. برنابيتش فضلت في منصبها سنين وأثبتت إنها تقدر تقود البلد. بعيد عن أي جدال، حكاية أنا برنابيتش دليل إن التغيير ممكن، وإن المناصب الكبيرة ممكن تبقى مفتوحة للجميع مهما كانت هويتهم الشخصية. والأهم من كل ده تأكيد إن يوم القيامة قرب جدا، والحمد لله. يوهانا سيغورذاردوتير. يوهانا سيغورذاردوتير، المرأة الحديدية المثلية. نطلع على الخريطة فوق شوية لجزيرة التلج والنار، أيسلندا. البلد اللي بيتشاف كنموذج في الحداثة والحريات، وقدمت للعالم قصة رائدة في السياسة. سنة 2009 يوهانا سيغورذاردوتير، ولو انت جدع قول اسمها 3 مرات ورا بعض. الست دي مسكت منصب رئيسة وزراء، وبقت أول رئيسة وزراء مثلية بشكل علني في العالم كله. تعيين يوهانا كان لحظة تاريخية مهمة، مش بس لأيسلندا لكن للعالم كله. في الوقت اللي دول تانية كانت لسه بتتصارع مع فكرة تقبل التوجهات الجنسية المختلفة، أيسلندا حطت ثقتها في سياسية علنت حياتها الشخصية بمنتهى الصراحة والشفافية. يوهانا قبل كده كانت ماسكة مناصب وزارية ومعروفة بخبرتها الطويلة في السياسة هناك. طب يا ترى هويتها دي أثرت على حكمها؟ بالعكس تماماً. يوهانا قادت حكومة ائتلافية في واحدة من أصعب الفترات اللي عدت على أيسلندا بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وركزت وقتها على إصلاح البنوك ومحاربة الفساد. قصتها بتأكد إن الكفاءة والقيادة ملهمش حدود، وإن الثقة العامة ممكن تبني على القدرة والخبرة مش على الهوية الشخصية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة مانيفستو. يلا شير في الخير، والسلام ختام.